مساكم الله بالخير أخت سمية، أهلا وسهلا، تحية لكم وجمهوركم الكريم. أستاذ محسن، هل تسمعني؟ نعم أسمعك واضح. أهلا بك نعم. مرة أخرى. تحت القضبان ويجعلهم تحت وصاية القانون، يجعل القانون يتعامل معهم. اليوم اختبار للسيد السوداني، على السوداني أن يتعامل مع هذا الملف، ملف القرن الفساد كما وصفته القنوات العالمية والإعلام المحلي والدولي، وصف هذه الصفقة فساد القرن. كيف يتغاضى السيد السوداني وهو في بدايته أن يتغاضى عن هذا الملف؟ عليه أن يكون شجاع وقويا وأن لا يجامل على حساب أموال الشعب العراقي، أموال طائلة، والفاسدون معروفون، والفاسدون اليوم ليس بأشباح نازلين من السماء، اليوم معروفون وأسمائهم معروفة. أن لا يجامل مع حزب أو مع كتلة أو هذا ينتمي إلى هذا الحزب وهذا ينتمي، عليه أن يضرب بقوة ويضرب من حديد، وهذا هو الشعب العراقي يقف معه، المرجعية تقف معه، كل الشعب العراقي إذا تناول هذا الملف واستطاع أن يحقق انتصار في هذا الملف، والله سيكون هو يعني بطلا وشجاعا وله إذن هل سوف يستطيع؟ يعني اليوم احنا كما نوهت رئاسة الوزراء ومنصب رئاسة الوزراء تحتاج إلى رجل شجاع وقوي. إذا كان السوداني يتحمل المسؤولية على عاتقه ويكون شجاعا وقويا، أن يعيد أموال الشعب العراقي، أموال الفقراء، أموال اليتامى، أموال الرعاية الاجتماعية، هذه الأموال ممكن أن تعيد وتبني لنا شوارع ومستشفيات ومدارس ومؤسسات صحية. لا يتغافل السوداني عن هذا الملف الكبير، وهذا اختبار للسوداني. أما أن تشكل لجان، وهذه اللجان القانونية تموح كما شكلت اللجان القانونية، وإحنا لدينا اليوم تجربة تشكيل لجان، وهذه اللجان حقيقة هي لتمويع القضية. فعلا إذا أراد اليوم السوداني أن يحقق له منجز، أن يحقق في هذا الملف المهم، وأن لا يعبر هذا الملف كما عبرت كثير من الملفات، وأن لا يجامل مهما يكون هذا من هذه الكتلة أو من هذا الحزب. أن يعيد أموال الشعب العراقي، وهذه في رقبة السوداني أموال طائلة، أن يحقق بها وبعدالة وبإنصاف وبقانون عراقي، أن تكون إرجاع أموال الشعب العراقي على أيدي السيد السوداني. ليس فقط هذا الملف، وإنما هناك ملفات كثيرة يجب أن تفتح حتى في الدورات السابقة، والآن 30 ألف ملف فساد إداري هو موجود الآن في هيئة النزاهة. فتح جميع كل هذه الملفات، إذا السودان يستطيع اليوم فتح هذه الملفات، 30 ألف ملف موجودة على رفوف هيئة النزاهة، فتحها، وكثير من الملفات بل أكثر من هذا الملف، صفقة القرن. نعتذر، يبدو بأن قد فقدنا الاتصال مع أن يكون شجاعا وقويا. نعم الأستاذ نعم نحن يعني فقدنا الاتصال ورجعنا إليك مرة أخرى. وضحت الفكرة من خلال إجابتك.